منصة الماهر، يحق لك أن ترتقي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله ومرسليه محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا فيكم يا جيل 2007 طلاب الأول ثانوي العلمي. اليوم بدنا نشرح رياضيات إلكم. تعرفكم عن نفسي أولا، أنا الأستاذ جميل أبو طريف، مدرس مادة الرياضيات للعلمي أول ثانوي وتوجيهي. إخواني حبايب القلب، الأول ثانوي مهم. أنا اليوم جاي أحكي لك إنه بإذن واحد أحد راح أشرح لكم المادة كاملة على قناة اليوتيوب، وراح تكون رحلة إن شاء الله جميلة، ورحلة مليئة بالفهم للرياضيات وتفصيل الرياضيات بالملي. أستاذ، طب أستاذ، بديش أضيع وقتك كثير، خلينا ندخل على السريع بخطتنا. أول شيء عرفتك على نفسي، جميل أبو طريف، أمورنا لوز. بدنا نشرح أول ثانوي علمي رياضيات، نفهم العلمي، ما نحفظ ايش لطلاب العلمي، وكذلك لطلاب الادبي اصلا مش لازم يتحفظوا، بس انا ما درستش ادبي. طب استاذ، شو خطتنا؟ بحكي لك خطتنا بسيطة خفيفة لطيفة. استاذ، انا عن نفسي طريقة شرحي وترتيبي للمادة غير. يعني ببساطة صديقي العزيز، بمسك الدرس، راح تيجي مثلا لأول درس اللي هو مثلا الاقتران المتشعب، تمام؟ عندنا مثلا لنفترض عندي الاقتران المتشعب، بدي أعطيك مثال على طريقة الشرح. الاقتران المتشعب يا حبي. طيب أستاذ، الاقتران المتشعب في أكثر من موضوع مرتبات، حلو الكلام؟ هسا أنا بتناول أول موضوع، بلاحظ ترتيب الكتاب كالآتي. الكتاب بيجي بيحكي لك أنا الموضوع، بحط لك عليه مثال، بعدين بحط لك عليه أتحقق من فهمي، بعدين بروح على كتاب التمارين بتلاقيني حاط لك مثال على نفس الموضوع أو مثالين أو عدد من الأمثلة، وبعد ذلك بأتدرب وأحل المسائل، بتلاقي كمان مثال أو مثالين أو عدد من الأمثلة على نفس الموضوع. إذن الموضوع بالكتاب مقسم لأكثر من مكان. أنا كجميل ما بحب هذا الشغل، أنا بحب أمسك الموضوع أحلله كامل من أمثلة، من أتحقق من فهمي، من كتاب تمارين، وأتدرب وأحل المسائل وأسئلة إضافية من عندي. تمام؟ هذا الترتيب مريح بالنسبة لي ومريح بالنسبة لكم، عشان لما تدخل على الموضوع ما تلاقي إنه أنا بشرح الأمثلة بفيديو، وأتحقق من فهمي بفيديو، وأسئلة التمارين بفيديو، وأتدرب وأحل المسائل بفيديو، وأسئلة الأبصر شو بفيديو، ولسه بدي أضيف أسئلة بفيديو. لا، كل الموضوع موضوع واحد، كتلة واحدة بتلاقيه بفيديو واحد، عشان ما تتغلب وتقعد تدور طول اليوم. أنا ما بحب هذه الطريقة، هذه طريقتي الخاصة، أنا ما بحب غيرها. بحب دايما كل الموضوع يكون بمكان واحد، كل إشي عليه كامل موجود في مكان واحد، في فيديو واحد فقط لا غير. لا أغلبك ولا تغلبني، لا تدور ولا سخام البين. طب أستاذ، بلكي أنا دخلت على اليوتيوب ولقيت إنه أنا بدي مثلا السؤال الفلاني، تمام، في أتدرب وأحل المسائل، بدي أفهم حله. طب أستاذ، صلي على رسول الله. هلا وانت بتحضر باليوتيوب بتلاحظ انه في تحت حتلاقي انه انا قاعد مقسم الفيديو تقسيم. حتى لما تدخل على الوصف بتلاقي انه ايش، انا كاتب لك. هي انا بتطلع تحت عشان بدي اطلع على الوصف زيك، تمام، على صندوق الوصف راح تلاقي اني انا كاتب لك اسم الموضوع اللي بنحكي عنه بالدرس، ومن اي درس، وكمان شو حالين بكل ايش، بكل دقيقة. يعني بالدقيقة بالضبط، بالثانية انا حاكي لك من الثانية كذا للثانية كذا، حالين السؤال كذا، صفحة كذا، بالدرس كذا، ومكتوب بالفيديو، تمام. وبتقدر بس تنزل على الوصف، انا بدي السؤال كذا، بكبس كبسة واحدة على الوصف، بصندوق الوصف على السؤال اللي بدي اياه او الموضوع اللي بدي اياه، طوالي بيطلع لي بكل هذه السهولة. فموضوع التدوير نسيناه، موضوع انه المادة مفرقة نسيناه، لا بدي ارتبها. وثالث اشي، كل مادة او كل حصة الها PDF، الها ملف. الملف هذا انا مجمع فيه كل الاسئلة اللي حليتها وكل الشرح اللي شرحته، تمام، وبتلاقيه كمان بالوصف برابط او بجروبات الفيسبوك. طبعا اكيد حيكون لكم جروبات فيسبوك وجروبات ماسنجر وجروبات واتساب وتليجرام وكل شيء راح اعمل لكم، كل شيء حرفيا. طيب استاذ، هلا انا خلصت الدرس، الله يعطيني العافيه، كل شيء عندي اموري تمام. استاذ، خلصنا الدرس، راح تلاقي اني انا نزلت لك على صفحتي الفيسبوك، تمام، امتحان طبعا مش امتحان عظيم، لا، كويز تمارين بدي اياك تتمرن، تمام. بتدخل اسمك، وببساطه يا صديقي العزيز بنشوف علامتك،
وحسب علامتك بنحدد امورك. استاذ شد حالك بكذا، طبعا حتلاقي انه انا حاط بالامتحان رقم تلفونك، تمام؟ ضروري. ليش؟ عشان اقدر اتواصل معك، وراح تلاقيني كل امتحان بتقدمه ماخذ رقم تلفونك رايح على الواتساب وحاط لك كل الملاحظات اللي انت لازم ايش تدير بالك منها. تمام استاذ؟ تمام، بكل هذه البساطه. طبعا في عندنا امتحان اللي هو ضع دائره اللي بيكون الكتروني، وعندنا امتحانات ورقيه، هاي كمان تبعث حلها على الواتساب، انا بنزل لكم اياها باذن واحد احد على جروب الفيسبوك تاعكم او على ايش، على الصفحه تاعتي. بكل هذه البساطه استاذ هذا نظامنا وهذا اللي راح نمشي عليه عشان اريح حالي واريحك. بكل هذه البساطه نبلش بالدرس ونحكي بسم الله الرحمن الرحيم. طب استاذ متفقين على الفهم احنا، فلازم اعرف فكره الاقتران المتشعب اصلا شو هي، يعني من وين اجت. طب خليني اذكرك كنا بالزمانات نحكي، سيبنا من الاقتران المتشعب حبه، نطلع عنه حبتين. كنا بالزمانات نحكي انا بدي اقتران عادي، اقتران. شو يعني اقتران؟ كان يحكي لك هذا شكل الاقتران، اف الاكس مثلا بتساوي اكس تربيع زائد 4، تمام؟ فانت عارف انه هذا رمز الاقتران، والاقتران مكتوب بدلالة اكس، وهاي ما يسمى قاعدة الاقتران. بس استاذ، بس كنت احكي لك مثلا انا بدي منك اف الواحد، صح؟ اف الواحد، فتيجي تحكي لي استاذ اف الواحد يعني بدي احط محل كل اكس داخل الاقتران واحد، فبتصفي 1 تربيع زائد 4، 1 تربيع 1 زائد 4 5. اموري لوز استاذ، بشكر حضرتك، بارك الله فيك. طب استاذ خلصت كلامك عن الاقترانات؟ بقول لك لا. هلا ايش احنا سمينا هاي؟ قاعدة الاقتران. تحكي لي استاذ سميناها قاعدة الاقتران. لاحظ انه هذا الاقتران له قاعدة واحدة فقط، له قاعدة واحدة فقط. يا سلام، هاي قاعدة واحدة. طب استاذ الاقتران المتشعب شو وضعه؟ بعد شوي بقول لك شو وضعه، وليش حكيت لك انه له قاعدة ايش؟ قاعدة اقتران واحدة. اذا انا عرفت كيف اعوض. لما اطلب انك اف 2 استاذ، تيجي بتحكي لي استاذ ببساطة انا بدي احط مكان كل اكس بالاقتران 2، ف2 تربيع 4 زائد 4 8. بس استاذ، بس هاي التعويض، وهذا الاشي اللي انا بعوض فيه اسمه قاعدة الاقتران، وهذا رمز الاقتران. بكل هاي البساطة هذا انا اللي بدي احكي عن الاقترانات. طب استاذ ظل اشي بدك تحكيه؟ بقول لك ظل اشي، بس اسمح لي بعد اذنك عفوا امسح هاي وامسح الدويرة الحلوة عشان نحكي شغلة. بعض الاقترانات استاذ بحياتنا بيجي جنبها شرط، بعد الفاصلة هيك بتلاقيه ايش؟ حط لك بعد الاقتران شرط إله. شو الشرط يعني؟ بقول لك مثلا بيجي بقول لك اف الاكس بتساوي اكس تربيع زائد 4 بس لما اكس بتساوي ايش؟ عفوا اكس اكبر من 0. ايش يعني هذا الحكي استاذ؟ يعني استاذ ببساطة قاعد بيشترط عليك، بيقول لك تقدر تعوض بس الاكسات اللي فوق 0 بس. فأي شيء بعد الفاصلة إكس أكبر من 0، ولا إن شاء الله حط لك إكس أصغر أو تساوي 0، أو أي شرط آخر في أكبر أصغر، معنى هذا الحكي يا أستاذ إنه قاعد بيحكي لك أنت ما بتقدر تعوض، أنت لا تستطيع تعويض أي إكس خارج هاي الفترة. طب شو هاي الفترة؟ إكس أكبر من 0. يعني أنت بتقدر تعوض بس أي إشي أكبر من 0، غير ذلك ممنوع تيجي تحكي لي عوض. طب أستاذ إكس أقل أو تساوي 0 شرط آخر، اعمي عينك عن هذا، اعمي عينك حبي، تمام؟ أجي حكي لك هذا شو وضعه أستاذ؟ بحكي لك بسيطة، إكس أقل أو تساوي 0 معنى هذا الحكي إنه يا صديقي العزيز أنا ما بقدر أعوض إلا قيم إكس الإيش؟ أقل أو تساوي 0، يعني من 0 وانزل. تمام أستاذ؟ تمام. بكل هذه البساطة ممكن أشوف أشكال شروط أخرى؟ بقول لك ممكن تلاقي شروط أخرى. مثلا في شكل شرط زي هيك إكس وفي إشارتين هيك بين مثلا 0 وال4 وهي مساواة. طب أستاذ شو معنى هاي؟ شوف دائما بقرأ، إحنا بنسمي هاي متباينات. مدام أنا شفت أكبر وأصغر هذه اسمها متباينة، وحاجة عليها بعدين. بقرأ المتباينات دائما من جهة الإكس.
بلاقي انه انا عندي، خلينا والله احط لك خط اعداد بعد اذن حضرتك عشان تفهم علي شو قاعد بحكي. تمام؟ طيب صلي على رسول الله حبه حبه. انا بعرف انه انا مثلا عندي 0 وهي عندي 4، صبرك علي بس روق علي شوي. اجي اقول لك الاكس اللي معي اكبر او بتساوي 0، فيعني من 0 تمام وبدي اطلع لفوق. هي اول شرط. واكس اقل من 4 يعني ايش؟ مع انها اكبر او تساوي 0 وكمان اقل من 4. طب استاذ شو معنى هذا الحكي؟ يعني الاكس بين 0 و4 بقول لك بس 4 ما بقدر اعوضها لانه ما عندها مساواة. اللي عنده مساواة بقدر اعوضه، واللي ما عنده مساواة ما بقدر اعوضه. ليش؟ لانه منطقيا اقول لك اكس اكبر من 0، اكس اكبر من 0 يعني يا استاذ انا عندي قيم اكس اكبر من 0. ما حكيتش اكبر او يساوي 0، اكبر من 0. اكس اقل او يساوي 0 يعني من 0 وانزل. تمام استاذ؟ انا لهلا فهمت عليك. طبعا هذا كنوع من الاساس عشان اذكرك وانعش مخك، بما انه احنا لسه مبلشين واول سنه ان شاء الله حلوه عليكم يا ربي، وان شاء الله بتكون بدايه خير بالثانويه عشان تنتقلوا ان شاء الله على التوجيهي. تمام؟ اللي هي المرحله الاخيره في دراستكم والمرحلة الأخيرة بالثانوية اللي بدنا نبنيها إن شاء الله إن شاء الله بأفضل طريقة. طب أستاذ على السريع على السريع على السريع، فجيت قلت لك أنا الإكس أكبر أو بتساوي 0 وبنفس الوقت أقل من 4، يعني ببساطة أستاذ هي موجودة بهاي المنطقة بين 0 و4. فدايما تعود إذا شفت الإشارتين هذولا اعرف إنه إيش؟ إكس موجودة بين 0 و4. هون مثلا إكس موجودة بين -2 و5. طب أستاذ لو جاب لي هذا الشرط مع هذا الاقتران شو قصده؟ قصده يا أستاذ إنه أنت ما بتقدر تعوض فيه، انبح صوتي ما بتقدر تعوض فيه إلا قيم إكس الموجودة بين 0 و4. يعني لو جيت قلت لك عوض 5 بتقول لي وقف مكانك، الشرط حاكي لي ما تعوض غير غير الأرقام الموجودة بين 0 و4. لو جبت لك هذا إيش؟ هذا الإيش؟ الشرط، وجيت قلت لك أنت ما بتقدر تعوض أي قيم إكس غير الموجودات بين -2 و5، وقلت لك أستاذ عوض لي 6، بدي اف 6، بتقول لي أستاذ أنا ما بقدر، شرطي ما بسمح لي أبدا أبدا أبدا، أنا لا أستطيع. اللي أستطيع إني أعوضهم هيهم اللي بين -2 و5. يا سلام يا روقان الروقان. طب أستاذ بقدر أعوض 5؟ هل بقدر أعوض 5؟ بقول لك لا، ما عندهاش مساواة. مدام إيش ما عندها مساواة ما بقدر أعوضها. هنا الفترة تقرأ كالتالي: إكس أكبر من -2. يلا خط أعداد خط أعداد، أنا دائما بحب أمثل هاي الفترات على خط الأعداد. هاي -2 أستاذ وهاي 5، صح. طيب قال لك إكس أكبر من -2 يعني من -2 واطلع، بس ما قال لك أكبر أو يساوي. فإحنا دائما لما يكون عندنا أكبر أو أصغر بدون المساواة بنحط دائرة إيش؟ مفتوحة دائما. تمام؟ حتى بالرسم لما بدي أجي أرسم بحط دائرة مفتوحة لما يكون عندي أكبر أو أصغر. أما أكبر أو يساوي أصغر أو يساوي بحط دائرة مغلقة زي ما أنت شايف هون أنا أغلقتها. نكمل بما بدأنا فيه به. وبنفس الوقت إكس أقل من 5، فهي أقل من 5 وتنساش هاي مو داخلة بالتعويض، فهي بين -2 وال5 الإكس، بس لا بتوصل -2 ولا بتوصل ال5، هي بيناتهم بس ممنوع أعوض فيهم لأنه ما عندهم أي مساواة. إذن أعيد اللي حكيته بهاللوحة على السريع عشان أدخل بموضوع الدرس على السريع يا صديقي العزيز. حكينا زمان كان يعطينا اقترانات، تعلمنا كيف نعوض فيهم. قال لك كمان ممكن يحط لك شرط على الاقتران. شرط الاقتران هي قيم اكس اللي بقدر اعوضها بالاقتران. يعني اكس اكبر من 0 معنى هذا الحكي انه انا ما بقدر اعوض غير الاكسات اللي اكبر من 0. اكس اقل او يساوي 0 معنى هذا الحكي اني ما بقدر اعوض غير الاكسات اللي اقل او تساوي 0. إكس بين 0 و4 والصفر عندها المساواة، يعني ما بقدر أعوض غير قيم إكس الموجودة بين 0 و4 والصفر داخلي وال4 مش داخلي. طب أستاذ إكس بين -2 وال5، يعني ببساطة أنا أو المساواة مش موجودة عند ولا حدا، يعني أنا قيم إكس موجودة بين -2 وال5 يا صديقي العزيز، وبقدرش أعوض لا -2 ولا ال5، بس اللي بيناتهم بقدر أعوض فيهم بس. هذا ملخص كلامي. اقتران قاعدة واحدة مع أحد الشروط هاي، وأنا عرفتك على أشكال الشروط تاعتي بكل هاي البساطة. طب أستاذ ممكن يجي يحكي لي شرطك إنه إكس بتساوي 2؟
بقول له عادي. بهاي الحالة بقول لك أنا بقدرش أعوض في الدنيا غير الإكس بتساوي 2. هذا الشرط تاعه، هو حر. ممكن يقول لك إكس شرطه إنه ما تساوي 2، يعني أنا بقدر أعوض كل إشي ما عدا الاثنين. هي كل أشكال الشروط اللي راح تشوفها بالدرس كامل. أنا هيك حرفيا فرضت لك الدرس، ظل علي أقول لك أصلا شو الاقتران المتشعب بكل هذه البساطة. هذا الأساس، هذا اللوح، شايفوا هذا اللوح؟ يعني لو تصوره، هي لو تعطيه سكرين أعطيه سكرين، يلا هي ها هيني معه، هي إيدي معه عشان ما تنسونيش بحياتكم. تمام، يلا أستاذ هذا اللوح شايفه؟ أتقنت الدرس كامل، وأنا أعتقد إنه لوح تافه جدا 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 وما في أي شيء. لوح رايق، لوح فرط الدرس. طب أستاذ اللي بعده شو يعني اقتران متشعب؟ لاحظ قبل شوي كان شكل الاقتران يا حبي، تمام، صاحب قاعدة واحدة وشرط واحد لهذه القاعدة فقط. الاقتران المتشعب قال لك يا عمي أنا بدي، ليش سموه متشعب؟ بدي أتشعب لأكثر من قاعدة. كيف؟ قال لك عادي، مثلا هي اف الإكس بتساوي، قال لك بتفتح هاي العلامة الكبيرة، تمام، وقال لك أنا بدي يكون إلي عندي أكثر من قاعدة. لنفرض عندي إكس تربيع زائد 4، عندي إكس تربيع، عندي إكس زائد 7، وقال لك شرطك الوحيد إنه كل واحدة من هاي القواعد يا صديقي العزيز إلها ما يسمى شرط. يعني أنا صار عندي أكثر من قاعدة، 3 قواعد، وكل واحدة فيهم إلها شرط. يعني لنفترض هذه شرطها إكس أقل من 0، يعني أنا ببساطة بقدرش أعوض أي قيمة أكبر من 0، لأنه كل القيم أقل من 0. لا بقدر أعوض الصفر ولا اللي أكبر من 0. إكس أقل من 0 بقدر أعوض بس أي إكس أقل من 0 بهذه القاعدة. تمام أستاذ؟ تمام أستاذ، بكل هذه البساطة. على السريع اللي بعده الإكس تربيع مثلا قال لك موجودة بين 0 و5. تمام أستاذ؟ تمام أستاذ، موجودة بين 0 و5 والصفر عندها مساواة، فبقدر أعوض 0 بس 5 ما بقدر أعوضها. يعني الإكس تربيع هذا شرطها بالحياة. تمام أستاذ؟ وبعد ذلك يا صديقي العزيز مثلا الإكس زائد 7 إكس أكبر أو يساوي 5. يعني يا صديقي العزيز أنا شوف لاحظ صار عندي أكثر من قاعدة للاقتران، تمام، بأكثر من شرط. أيوة، أكثر من قاعدة بأكثر من شرط يا صديقي العزيز. طب أستاذ يعني شو بفيدني هذا الحكي؟ بقول لك الأمر بسيط جدا. هنا أنا بلاحظ إنه كل قاعدة فيهم إلها شرط خاص فيها، فلما أنا أجي أطلب منك والله يا أستاذ بدي إف السالب 1 داخل هذا الاقتران المتشعب. ليش اسمه متشعب؟ له أكثر من قاعدة، تتشعب إلى أكثر من قاعدة، كل قاعدة إلها شرط. تمام أستاذ؟ تمام أستاذ. لاحظ إنه أنا لما بدي أطلب مثلا منك إف السالب 1 يا صديقي العزيز، بتسأل نفسك سؤال عظيم، سؤال عظيم. السالب 1 وين موجودة؟ بتحقق شرط أني وحدة فيهم. بسأل نفسي هل السالب 1 أقل من 0؟ بتقول لي إذا قلت بقول لك يلا عليهم عوض بهاي. بتعوض السالب 1 هون، سالب 1 تربيع يعني سالب 1 ضرب سالب 1 1 زائد 4 5. شوف بدور الرقم هذا بحقق شرط أني وحدة. بتقول لي لقيت الشرط، الله يعطيني العافية. لنفترض أستاذ، لنفترض بدي منك إف الاثنين، بتسأل حالك السؤال المعهود، أستاذ الاثنين أقل من 0؟ لا، مدام قلت لا بحذف هاي، بعوضش فيها، ما إلي دعوة فيها. طب أستاذ 2 بين 0 و5، تسأل نفسك سؤال، هل 2 بين 0 و5؟ بتقول لي بحط جنبها صح وبحكي بدي أعوض هون الاثنين، فالاثنين بعوضها بالإكس تربيع. ليش؟ لأنها لا حققت شرط هاي ولا حققت شرط هاي، حققت شرط هاي القاعدة اللي هي بين 0 و5، بعوض فيها. بقولها انت بتستاهلي تدخلي عند هاي القاعدة واعوضك فيها لانك حققتي شرطي. طب استاذ 2 تربيع 4 بكل هذه البساطة يا صديقي العزيز. لنفترض طلبت منك أستاذ بدي إف
الستة أستاذ، بدي اف الستة بعد إذنك. بتقول لي بسيطة أستاذ، الأمر بسيط جدا، رايق جدا، بهدوء جدا. بسأل نفسي الستة بتحقق أنو شرط من هالثلاث شروط عشان أعوض بالقاعدة تاعته. يعني لاحظ كل قاعدة إلها شرط. هل الستة أقل من الصفر؟ بتقول لي لا، إكس. طب أستاذ هل الستة بين الصفر والخمسة؟ بتقول لي لا، إكس. طب أستاذ هل الستة أكبر أو بتساوي الخمسة؟ أيوة، أكبر من الخمسة أصلا، فهاي بعوض فيها الستة. بحكي تعال 6 زائد 7، يا سلام عليك، 13. أموري رايقة لهلا، أموري لوز اللوز، بلعب لعب محترف. طب أستاذ يلا على السريع، هاي فيها تركة، بدي واحد شاطر يحلها أستاذ. بدي واحد شاطر وقفها دقيقة واحكي لي كيف، وين بدي أعوضها في الصفر وين بقدر أعوضها. يلا على السريع أستاذ، وقف، اعمل سكرين وتعال لي على السريع على الواتساب أو على الماسنجر، احكي لي أستاذ هيك حلها، هقول لك صح ولا غلط، وحصحح لك غلطك قبل ما أشرح أنا هلا. يعني أنت هلا خد سكرين واحكي لي حل اف الصفر كذا، وكمان معك بطريقك بدي اف الخمسة أستاذ. على السريع على الواتساب بتروح لي حبي وبتحكي لي إيش؟ بتحكي لي أستاذ أنا حليتها هيك. إذا حلك صح بقول لك أنت صح، إذا حلك غلط بفهمك ليش غلط قبل ما أبلش بشرحها أستاذ. خليني أنا وياك متفاعلين 100% حبي. تمام أستاذ؟ تمام. طيب وقفت انت طبعا وخلصنا امورنا، جيتني على الواتساب قلت لك انه انت صح ولا غلط، تعال اشرح لك هلا. في ناس ما بدها تيجي، هم حرين بس هم خسرانين. تمام، خسرانين. انا بحب اتابعكم 100%، بحب اشوف الناس اللي معي، بحب اشوف يعني الشباب والبنات والصبايا وكل الناس اللي بتتابع شرح جميل، اللي بدها فعلا انه احنا بدنا نكمل بالمادة استاذ، احنا مستفيدين من المادة استاذ. تمام. طيب نبلش نحكي بسم الله. اف الصفر استاذ، اف الصفر شو يعني؟ اف الصفر يعني بدي الاقي ايش؟ بدي اعوض مكان كل اكس صفر بالاقتران، بس بدي احقق شرط. بسأل نفسي هل الصفر اقل من الصفر؟ لا، الصفر تساوي الصفر، فهي مش اقل من الصفر. شوف ما في مساواة هون، فايش الصفر مش اقل من الصفر. طب استاذ هل الصفر بين الصفر والخمسة والصفر عندها مساواة؟ بتقول لي لانه هاي بتحكي لك انه انا بقدر اعوض الصفر لانه انا عندي مساواة، لانه اكس هنا اكبر او تساوي الصفر او اقل من 5. تمام، اكبر او تساوي صفر واقل من 5. حلو الكلام استاذ. يعني هاي هي الصفر اكبر او تساوي الصفر، فانا اموري لوز اللوز، بقدر اعوض الصفر هون، صفر تربيع صفر. فاذا استاذ احذر لو شفت ايش، هسه بحكي لك شو اسم هاي النقطة او اللي هي الرقم اللي بيتكرر معي مرتين في الاقتران المتشعب. هسه بحكي لك شو اسمه. بس استاذ احذر، دائما ما بقدر اعوضه غير عند المساواة. ليش؟ لانه مستحيل الصفر تكون اقل من صفر، في تناقض في الامر. تمام، بالانجليزي بنحكي لك contradiction. تمام، في تناقض في الامر. اما لما اقول لك اكس اكبر او تساوي الصفر واقل من 5، فمعنى هذا الحكي انه اكبر او تساوي صفر بقدر اعوضها هون، فصفر تربيع صفر. طب استاذ اف الخمسة وين اعوضها؟ بتسأل حالك 5 اقل من صفر؟ لا. طب 5 بين الصفر والخمسة مش داخله؟ لا استاذ. بس هل الخمسة اكبر او تساوي الخمسة؟ نعم، عندها مساواة، بعوض الخمسة على السريع. 5 زائد 7، يا سلام عليك، 12. بكل هذه البساطة خليك معي، بدنا نيجي نحل امثلة ونظبط امورنا. بس بدي اذكرك بكم من كلمة. هون ما بقدر اعوض غير الاكسات او قيم الارقام اللي اقل من صفر، وهون ما بقدر اعوض غير قيم اكس اللي بين الصفر والخمسة، وهون ما بقدر اعوض الا يا سلام عليك قيم اكس اللي اكبر او بتساوي الخمسة. تمام استاذ؟ تمام استاذ، اموري لوز. خليك معي دقيقة وراجع لك يا صديقي العزيز، بحبكم كثير. طيب استاذ على السريع بدنا ندخل بالامثلة. عرفنا شو يعني اقتران متشعب وعرفنا كيف نعوض فيه. استاذ خبرني شو الامثله اللي ممكن تجيني على الاقتران المتشعب. طبعا انا احنا بحطوا لنا عتبات هون عشان نطلع عليهم ونشرح، شلتهم عشان يبين لكم اللوح اكثر، عشان تقدروا تستوعبوا اكثر واكون معكم 100% حبايبي. طيب استاذ فهمني شو ممكن يجيني اسئله حول الاقتران المتشعب. صلي على رسول الله
وخلي بالك مركز معي بيم 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 بيم. شو البيم بيم بيم بيم؟ 100%. ايوه هيك تمام. طيب ركز معي يا حبي. بيجيب لك اقتران متشعب، بقول لك اذا كان اف الاكس كذا يساوي، خلينا نقراه هيك، بحب اقراه اول عشان اعرف انا شروطي واموري. قال لك سالب 2 اكس زائد 1 شرطها اذا بدك تعوض فيها انه الاكس تكون بين السالب 3 والواحد، والسالب 3 عندها ايش؟ مساواة. روقان. طب استاذ الاكس تربيع شو شرطها؟ انه الاكس اللي بدي اعوضها فيها اكبر او تساوي الواحد، يعني بقدرش اعوض غير القيم اللي اكبر او بتساوي الواحد. هذا اللي بدي احكيه بكل بساطة، هذا الاشي بيكون روقان استاذي. تمام استاذ؟ تمام استاذ. شو يعني أحدد المجال؟ طب أستاذ شو يعني أصلاً مجال عشان أعرف أنا أحدده؟ رجاءً احكي لي. بقول لك صلي على رسول الله. المجال لإف الإكس هذا اللي هو الاقتران المتشعب كاملاً، وانتبه لي على كاملاً، قال لك المجال هي كل قيم إكس التي إيش؟ نستطيع تعويضها. اكتبها عندك ملاحظة هاي يا صديقي العزيز، داخل الاقتران. يعني أستاذ شو يعني مجال؟ المجال يا صديقي العزيز هو كل قيم إكس اللي أنا كجميل وطلابي الحلوين نقدر نعوضها داخل الاقتران. تمام؟ طب أستاذ من وين أعرفها؟ صبرك شوي هلا بدي أقول لك. تمام؟ إذن هي كل قيم إكس التي نستطيع، وركز لي على نستطيع تعويضها داخل الاقتران. طب أستاذ كيف أعرفها؟ شوف صلي على الرسول. لما يقول لك أحدد المجال أنا بعرف، بدي أعرف شو قيم إكس اللي بقدر أعوضها. طب أستاذ من وين أعرفها؟ بقول لك من الشروط، لأنه أنا أي إشي مش داخل الشروط ما بقدر أعوضه، فبدي أعرف شو الأشياء اللي بقدر أعوضها. شوف صلي على رسول الله وركز معي. أنا دايما لما أحل هيك سؤال اسمه حدد المجال بالاقتران المتشعب بحب دايما إيش؟ طبعا هو بده مجال كل الاقتران، يعني أنا عارف إنه السالب 2 إكس زائد 1 مجالها لحالها، يعني إيه قيم إكس اللي بقدر أعوضها فيها لحالها اللي هي الفترة بين السالب 3 والواحد، وبعرف إنه الإكس تربيع مجالها لحالها، يعني قيم إكس اللي بقدر أعوضها فيها لحالها هي أي قيم فوق أو أكبر أو تساوي الواحد. بعرف هذا الحكي، أنا متأكد منه، أنا فاهم شو قاعد بحكي أستاذ، ولكن أستاذ أنا بدي لكل إف الإكس، يعني لهذول القاعدتين مع بعض شو قيم إكس اللي بقدر أعوضها في كل إف الإكس. بقول لك بسيطة، ركز معي وأعطيك طريقة تسهل عليك الموضوع، ودير بالك هذه الطريقة مضمونة 100%، مستحيل تغلط فيها إن شاء الله. بتحط خط أعداد. أنا بحب دايما لما أتعامل مع المتباينات أو الشروط، يعني بين قوسين أي شيء فيه أكبر أصغر أكبر يساوي أصغر يساوي، عشان أقدر أتخيله بحطه على خط أعداد. تمام أستاذ؟ تمام. فتعال نحطه على خط أعداد. اعتبر هذا خط أعداد، هو شوي عامل هيك بس مش مشكلة. تمام أستاذ؟ صلي على رسول الله. باجي على أول قاعدة بسأل نفسي هاي القاعدة بتمشي من سالب 3 لواحد، يعني إيش؟ أنا عندي هاي القاعدة قيم إكس فيها من سالب 3، هينا نعتبر سالب 3 هون وواحد، يعني أنا إيش؟ أول قاعدة بتمشي بين السالب 3 والواحد، فأنا إيش؟ ببساطة عندي هاي الفترة، هاي أول فترة. الفترة الثانية بتقول لك إكس أكبر أو تساوي واحد، يعني أستاذ بكل بساطة الفترة الثانية تاعت الإكس تربيع بتحكي لك أنت كمان بتقدر تروح من الإكس بتساوي واحد واطلع أكبر أو تساوي واحد. طبعا خط الأعداد يا أستاذ من هون سالب ما لا نهاية، ومن هون رايح للما لا نهاية، فكل هدوء وكل بساطة بدي أعرف إنه أنا أول إشي الأولى بتوديني من السالب 3 للواحد، وبعد هيك
الثاني بتوديني من 1 لما لا نهاية. خلصت الشروط، الله يعطيني العافية. بدي أعرف أنا منطقتي من وين لوين. طب أستاذ، أولا -3 يا سلام عليك، عندها مساواة، عندها مساواة. لاحظ المساواة بحطها في دويرة مغلقة عشان أقدر إيش؟ عشان أقدر يا سلام عليك أميزها. طب أستاذ، بلاحظ إنه هاي المنطقة كلها اللي بدي إياها من -3 وظل مكمل لما لا نهاية، مش أكس أكبر أو تساوي 1. هاي المنطقة الثانية، يعني إنه أي إشي أكبر من 1 أو بتساويه، يعني أنا بقدر أعوض لما لا نهاية من الأرقام قد ما بقدر. بقول لك صح. فببساطة أستاذ، جوا هذا الاقتران بقدر أعوض القيم من -3 لما لا نهاية، -3 معي. فإذا بكتب ببساطة مجال الاقتران هو X تنتمي. شو يعني تنتمي؟ يعني X موجودة جوا هاي الفترة، يعني أنا بقدر أعوض هاي الفترة مكان الإكس. X تنتمي للفترة من -3 مغلقة لما لا نهاية، ودائما الما لا نهاية والسالب ما لا نهاية مفتوحات. ركز معي شو حكيت. أي إشي عنده مساواة مغلق، ما عنده مساواة مفتوح. شوف بعطيك ملاحظات أنا مهم تدونها. يا سلام، أي إشي عنده مساواة مغلق، أي إشي ما عنده مساواة مفتوح. والمغلق يا صديقي العزيز عنده مساواة، والمفتوح ما عندوش مساواة، والما لا نهاية والسالب ما لا نهاية دائما مفتوح. تمام؟ بس هاي بكل بساطة. إذا مجال الاقتران فعلا قيم إكس اللي بقدر أعوضها جوا هذا الاقتران، بلاحظ إنها من -3 لما لا نهاية، وأنا حطيت لك إياها على خط أعداد عشان تقدر تستوعب بكل هذه البساطة. هاي أول سؤال بيجيك. السؤال الثاني، جد قيمة اف -2. أستاذ، أعطيتك السؤال هذا قبل شوي، يعني أنا بدي أعوض -2، فبدي أسأل نفسي أولا -2 بتحقق أي شرط أستاذ؟ بسأل نفسي هل -2 بين -3 والواحد؟ بتقول إذا بعوضها هون، فبحكي -2. إذا بدي أعوضها وين؟ بالسالب 2 إكس زائد 1. خليني أفصل لك إياها، شو رأيك؟ بديش أحكيها شفهي، بدي أعوضها بالسالب 2 إكس زائد 1. فبدي أعوض إيش؟ -2، فبتصير -2 في -2 زائد 1. وأنا دائما بحكي سالب مع سالب بيودع الملاعب، بتصير موجب. 2 في 2 4 زائد 1. أنا حطيت الجواب طوالي. طيب 4 زائد 1 بتساوي 5. بس أستاذ، أمر بسيط جدا، حصة حلوة وبتجنن وسهلة. اللي بعده أستاذ، جد قيمة اف الواحد، جد قيمة اف الواحد. يا سلام، يعني بدي أعوض الواحد. بسأل نفسي هل الواحد بين -3 والواحد ما عندها مساواة فما بقدر أعوضها؟ بتقول لا، ما هي ما عندها مساواة. طب هل الواحد أكبر أو بتساوي الواحد؟ بتقول لي فبعوضها بالإكس تربيع، 1 تربيع 1. فإذا اف الواحد بتساوي 1 تربيع وبتساوي 1. يا حبي بكل هذه البساطة وبكل هاي الروقان وبكل هاي السهولة، أنا لهون شوف في سؤال كمان بيجيك اللي هو أمثل الاقتران بيانيا، تمام، وأحدد مداه. وهلا بدي أقول لك كيف تعمل هذا الحكي. بس أستاذ أنا لهون يكفي. حصة افتتاحية، حصة خفيفة لطيفة جميلة جدا أسطورية جدا خفيفة، ما بدي أثقل عليها فيك، فبدي أخلي هذا الفرع للحصة الجاي، وبعد ذلك نكمل حل كل الفروع على هذا الموضوع. حصة حلوة وتشرفت فيكم، وأي واحد بيشوفني من أي مكان على اليوتيوب على المنصة على كل مكان، أستاذ اعلم أنك كطالب موجود داخل أو خارج المملكة الأردنية الهاشمية همك التعلم وهمك التعليم، أنت مسؤوليتي.
وين ما تكون تخافش اسألني سؤال. أستاذ ابعث لي أستاذ كذا 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 كذا، شو رأيك في السؤال هذا بدي أفهمه على السريع. أستاذ تعال لي. طب أستاذ خبرني كيف أدخل جروبات الواتساب، كيف أدخل جروبات التليجرام، أعطيني رابط. يا سلام عليك. جروب الفيسبوك أنا حأعطيك إياه، وحلا ححط لك إياه على طبق من ذهب، كله موجود بالوصف. بس عشان لو ما في ناس أقسم بالله بكسلوا يروحوا على الوصف، وأنا عارفهم لأني أنا كنت منهم صراحة. تمام. فأستاذي على السريع أي واحد أي إنفلونسر كنت أحضر له مثلا يجي يحكي لي انزل على الوصف، بديش أنزل يا زلمة، ما بدي، حر أنا ما بديش أنزل، مزاجي هيك بحكي لي ما بدي أنزل. يا أخي طلع لي اللي بدك إياه على هالشاشة، شو وراك؟ إيه انداري يا شيخ، بدي منك عشان تدخل على جروبات الواتساب تبعث لي على هذا الرقم. ياي ما أرفعه الخط، ياي ما أرفعه. يعني اللي بده يشوف بده يعمل هيك، يجيب مايكروسكوب ويظله ايش يكبر على الشاشة عشان يشوف الرقم. لا كبر لي هالخط يا اخوي، الله يرضى لي عنك ويخلي لي اياك يا حبيب قلبي. تعال هان، تعال 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 تعال. يا سلام، مش لهالدرجة يعني، تحمس ايش هي. طب أستاذ رقم تلفوني على السريع 079 وهي مكبره، يلا عادي عادي، 51 3 3 3 4 6. ابعث لي على الواتساب. تأخرت عليك بالرد أعطيني ألو، يعني ساعة والله تأخرت بالرد، يعني صراحة كثير. فشو احكي لي ألو أستاذ مش أنا بعثت لك سؤال يا زلمة بدكش ترد علي؟ يعني الواحد متبع معك بدكش ترد عليه؟ شو هذا يا غادة؟ فبرد عليك. تمام أستاذ، تمام أستاذ. هيك أكون خلصت حصتي لليوم، ما بدي أثقل عليك صراحة، حصة خفيفة لطيفة بنت عالم وناس، بحبكم كلكم. خذ نص ساعة بريك. بحكي لك حتى لو انك مزنوق ومعجوق عجقة الكلاب، يمكن بتشوفني هلا من الامتحانات، تمام، بعرفش متى يمكن تشوفني، بس حبي خذ نص ساعة بريك، بعد ذلك ادرس المادة. أستاذ كيف أدرس رياضيات؟ على السريع بدي أحكيها. دراسة الرياضيات عن طريق الشرح. يعني أستاذ أنا شرحت لك المادة جميل، هلا شرح لك الحصة، بدك تروح تشرحها لحدا أو تشرحها لنفسك على ورقة، على لوح، على شاشة، على إيدي، مش مهم. تعال ها بمسك إيدي وتعال اشرح عليها، بس المهم تشرح لحالك أستاذ. مشان الله اشرح لحالك يا حبي، دخيل الله اشرح لحالك حبيبي. تمام تمام أستاذ. نص ساعة بريك، اشرب اللي بدك إياه، ابعد عن التلفون عشان التلفون حيشتتك وما حيخليك تركز كثير. بتمنى لكم التوفيق والنجاح. PDF هذه الحصة موجود في الوصف، ادرسوا منيح. أي سؤال تلفوني موجود. بحبكم كثير، محبكم والداعي لكم بالتوفيق والنجاح، ورفيق دربكم من هون لنهاية التوجيه، وصديقكم لآخر العمر جميل أبو طريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منصة الماهر، يحق لك أن ترتقي.